ليه في ناس بتتجوز وتفضل قاعده يعني سنين كتير قوي ما بتفهمش بعض؟ هو المفروض ان قبل ما ادخل الزواج لازم اكون في مجموعه حاجات انا اكون عارفها. اولها اني اكون عارف نفسي، يعني اكون فاهم انا مين، وانا عايز ايه، وانا ايه اللي يناسبني، وانا ايه اللي ما يناسبنيش. وان انا اكون فاهم بعد كده النقطه الثانيه، يعني او الحاجه الثانيه اللي لازم اكون عارفها، الزواج، منظومه الزواج هي فيها ايه اللي بيجرى جواها. والمفروض ان انا اكون دارس الكلام ده مش من الافلام والمسلسلات والبرامج والحاجات دي كلها. الحاجات دي ممكن تكون عوامل مساعده بس مش اساسيه. يعني لازم يكون في زي دورات تدريبيه انا باخدها عشان انا داخل منظومه جديده، زي اللي داخل على سبيل المثال اشتغل في شركه. في كل شركه كده لما بشتغل محاسب او بشتغل مهندس او اي حاجه في حاجه اسمها الجوب ديسكريبشن، في حاجه اسمها المحتوى الوظيفي. انا لازم اكون فاهم المحتوى الوظيفي اللي انا داخل عليه وانا بشتغل في الشركه دي. الزواج نفس الحكايه، لازم اكون فاهمه المحتوى الوظيفي بتاع الزواج، عارف هو بيقدم ايه وما احلمش باكتر منه وما اطلبش باقل منه. الحاجه الثالثه ان انا اكون فاهم بقى شريكه الحياه، ان انا اختار شريك الحياه اللي يناسبني، اللي على مقاسي. يعني لو انا مقاسي في اللبس على سبيل المثال، لو انا بلبس لارج ما ينفعش ابقى بلبس سمول، ما ينفعش ابقى بلبس اكس لارج. ده هيبقى واسع وتعبني، وده هيبقى ضيق وخانقني. بالظبط، ما ينفعش. الزواج ليه مقاس، المفروض ان انا التزم بمقاسي في الزواج. وليه مقوله كده كنت بكررها كتير لما اقول يعني ان في حاجه اسمها الشخص ده كويس بس الشخص ده مش مناسب. ليس كل كويس مناسب، لازم اكون فاهم ان في فرق ما بين الكويس والمناسب. فلو احنا قدرنا نفرق ما بين الحاجتين دول اختار ما يناسبني. اعرف ان انا اكون كده داخل على زواج يعني في نسبه تفاهم كبيره باذن الله.